المغرب يتعادل مع البرازيل، أو بالأحرى البرازيل تتعادل مع المغرب، لأن المغرب هو من سجل أولا عن طريق سيباري إثر تمريرة حاسمة من دياز. شوف الهدف رائع بطريقة الكبار. وعلى العموم مباراة قوية ومثيرة، الحمد لله ما فيها إصابات. الخطأ الوحيد هو ترك فينيسيوس للحظة، فرصة واحدة لفينيسيوس سجل على إثرها هدف تعادل للبرازيل. ومع تألق بونو في التصدي وحماية المرمى، واللاعب أيضا الذي أدى مباراة رائعة صاحب الشعر الطويل إيوب بوعدي، لعب دورا هاما جدا في محور الوسط، وكان رجل هذه المباراة بامتياز، وسوف يكون ربحا كبيرا لوهبي. ولا ننسى قتالية حكيمي ومزراوي وباقي اللاعبين إلى آخر نفس. هناك من يقول أن البرازيل لم تعد كما كانت، لكن المنتخب البرازيلي بنجومه ومدربه العبقري كارلو أنشيلوتي ليس سهلا أن تخرج معهم بهذا التعادل الثمين، وبعده نتفائل خيرا، إذ أصبح وهبي الآن في وضعية تصحيح بعض الأخطاء خصوصا الدفاعية وسد الثغرات. وباختصار التعادل أمام البرازيل يبقى مكسبا جيدا ورسالة واضحة لجميع المنتخبات أن المغرب حاضر بقوة ويمكنه خلق المفاجأة بهذا المستوى. نعم، بهذا المستوى.